تعرف ليه يا غالي كلب الدوجو الارجنتيني اتصنف في موسوعة جينيس كتالت اقوى واخطر كلب حراسة موجود لحد النهاردة في العالم؟ بس طبعا في البداية كده وقبل اي كلام لازم تبقى عارف يا حبيب قلبي ومتأكد كمان ان الكلب اللي انت شايفه ده حرفيا ما يعرفش معنى الخوف تماما، وطبعا هقول لك ليه. وده بقى بالتحديد لانه يعتبر هو الكلب الوحيد في العالم كله اللي عنده القدرة حرفيا في مواجهة شبل اسد بالغ او حتى طور ضخم لوحده. انت متخيل الشراسة اصلا؟ تقولش اندرتيكر. ده غير كمان انه بيمتلك عضة خطيرة جدا ممكن توصل قوتها لحوالي 620 رطل تقريبا، يعني تقدر تقول كده نفس قوة عضة الأسد نفسه. تخيل انت بقى. وعلشان كده يا غالي لو شفته قدامك في الشارع بالصدفة حاول انك تطلع تجري بسرعة او حتى تنطق الشهادة، لانه حرفيا لو مسكك هيعمل معاك الغلط. انا قلت لك اهو، دي نصيحة مني. ونوع الكلب المجرم اللي انت شايفه ده يا حبيب قلبي كانت خليط بين سلالات كلاب تانية كتير مفترسة وعدوانية بشكل غير طبيعي للبشر. ودلوقتي بقى يا باشا هستناك تقول لي رأيك بمنتهى الصراحة، لو في يوم قابلت الكلب المرعب ده في الشارع وانت ماشي لوحدك بالصدفة هيكون رد فعلك ايه؟ بس طبعا من غير كده. سلام.